السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كل بخير وعافية. اليوم راح نسوي غدا سهل وبسيط وسريع. عندي راح اسوي تمن وباقلة. هنا الباقلة انا عندي هذه اليابسة الصيف، انتوا اذا عندكم باقلة تازة عادي خلوها. فخليتها على الطباخ انسلقت وضفت التمن عليها. طبعا الكمية حسب اللي انتوا يعني عدد النفرات اللي عندكم. خليت التمن وراح اسويها بطريقة البزل. هنا بعد ما راح يستوي عندي التمن راح اضيف له اخر شي، يعني قبل ما اصفيه راح اضيف له الشبنت. نخلطه سوية وبعدي راح اصفيه، ما اخليه كلش يستوي الشبنت تروح النكهة مالته. هنا جيت صفيته، بعد هي راح ارجعه بالجدر، نخلي شوية زيت بالجدر ونرجع التمن ونخليه يتهدر لمدة ربع ساعة. طبعا أكلة كلش طيبة وسريعة للموظفات، المستعجل يريد يطلع ياخذ غدا وياه، سهلة وسريعة. وطريقة الدجاج راح نسويها بطريقة كلش مميزة، أكيد راح تعجبكم. هنا راح نهدر التمن. هنا عندي صدر دجاج قطعته مثل ما تشوفون، هذه قطع هيك صغار، وغسلته زين. بعدها راح أجي على الطباخ نخلي زيت، بعد هاي الطريقة راح نسويها بطريقة الكاتشب. ضفت هنا اني كاتشب، تقريبا الكاتشب يعني يطلع نص كوب كاتشب وحسب مقدار الدجاج اللي عندكم. راح شوية احمسه بالدهن الكاتشب مثل ما تشوفون هاي الطريقة. بعدها راح اضيف البهارات. هنا عندي اهم شي بالبهارات اللي هي بودرة البصل، بودرة الثوم، وكركم، وبهارات كاري، دارسين، فلفل اسود، وكمون. وراح احمسهن وتطلع الريحة مال البهارات فد شي روعة. صار عندي بهذا الشكل. بعدها راح اجي اضيف الدجاج. تقدرون تستخدمون هذه الوصفة فقط، يعني بس الدجاج تستخدموها للعشاء، هم كلش طيبة، وتسووها بالسندويشات، او تردون مثل ما انا سويت خليته فوق التمن. اخر شي راح اطبقه ويا التمن. هنا راح اجي اضيف الدجاج واقلبه زين، اخليه كله يعني يتبل بهاي التتبيلة. وبعدها راح انص الطباخ واتركه على نار هادئة. صدر الدجاج بسرعة يستوي عندي، ما يحتاج يعني ماي او شي، بس شوية ينص الطباخ. واذا شفتوه يحتاج ماي خلوا له يعني اقل من ربع كوب، ربع كوب كافي عليه. بس مجرد احنا راح ننص الطباخ على نار هادئة نخليه، هو راح ينزل الماي مالته. وهاي بعد مرور تقريبا ربع ساعة وعشرين دقيقة، وأنا ما خليت ماي، هو هذا ماي مال الدجاج. وبعد ما يستوي عندي هذا الصدر راح اعلي النار اخليه ينشف الماي مالته كله. طبعا هنا لونها على حمار صارت، بس بالتصوير ما مبينه. فاخر شي بعد ما يستوي راح اضيف الملح. وهنا بعد ما تهدر عندي التمن
باقله راح اجي اخليله زيت. طبعا تعرفون طريقة الزيت، نحمي زيت نخليه كلش ينحمي، يعني يطلع الدخان مالته يحترق على الطباخ، بعدين اضيفه على التمن. صار عندنا التمن باقله هنا جاهز. ننتظر بس الدجاج ينشف المي مالته، وراح اقدمه لكم بطريقة حلوة، وان شاء الله هاي الطريقة تعجبكم، لان طريقة كلش جربتها اني وكلش حبوها. هنا مثل ما تشوفون نشف عندي المي، وراح نقدمه هسه بصينية، وان شاء الله يا رب يعجبكم، والف عافية. كتبولي بالتعليقات اذا عجبكم وشنو رأيكم بالطبخة. مع السلامة.